بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أحمد أيتلباز، عضو في جماعة استفاضمة، الصفة كاتب ديال المجلس. أولا كنشكروا الصحافة ديال صوت الأحرار التغطية ديال الدورة. هذه الدورة هي هذه الجلسة ديال اليوم 18 أكتوبر 2023 كان امتداد، أو هي كانت دورة مفتوحة جلس السيد الرئيس في الجلسة الأولى اللي كانت انعقدت 5 أكتوبر. بالنسبه للنقطتين ديال المناقشه ديال مشروع الميزانيه ديال 2024 وكذا الفائض التقديري، برمجه الفائض التقديري. في الحقيقه هناك مجموعه ديال المشاكل اللي كتخبط فيها الجماعه منذ تولي هذا المكتب، يعني المهام ديالو برئاسه السيد الرئيس. هنا مجموعه ديال الامور المشاكل اللي تراكمات على المستوى ديال الجماعه، بين اهمها معروف اللي كما يقال يعني افاض الكاس، هو مساله ديال النظافه. هذا بالاضافه الى مجموعه من المشاكل الاخرى. هذا راجع بالدرجه الاولى الى يعني واحد سوء التسيير اللي كنعتبروه، يعني هو الحلقه الاقوى في هذه المساله، هو انه سوء التسيير كيتحمل فيها السيد الرئيس كامل المسؤوليه ما يخص الاختصاصات الذاتيه ديال الجماعه. الاختصاصات الذاتيه اللي خص بالمفروض المكتب كمكتب برئاسه السيد الرئيس انه يحرص عليها، لانها كتهم المواطنين. مساله ديال الغازوال الى اخره، يعني ملي تيكون فيه مشكل راه يعني كتقيس بزاف ديال الامور، منها الازبال، منها لي زومبيلونس، منها يعني يعني الامور الاخرى اللي غيستافد منها المواطن على المستوى ديال الاليات الاخرى. هذه نقطه الاولى. مساله اخرى من المشاكل المطروحه هو يعني عدم التواصل. ما كاينش واحد النوع ديال التواصل بين السيد الرئيس والمجلس، بحكم ان المجلس كيقوم بالدور ديالو، كيناقش، كيقرر مجموعه من المقررات، ولكن التنفيذ ديالها يعني تيكون يكاد ينعدم. الى شفنا هذه السنتين الماضيتين، يعني مجموعه ديال الامور اللي تبرمجات ما تم التنفيذ ديالها والحرص عليها والمتابعه ديالها. هذه مساله الاولى. بالنسبه لليوم يعني كنتفاجئوا ان السيد الرئيس غاب على هذه الجلسه. يعني غياب ديال الرئيس يعني ما كيطرحش مشكل، ولكن ملي تيغيب ومعاه المكتب ديالو، النواب ديالو اللي هما كاينين 5 واعضاء اخرين 9، كيطرح واحد المشكل، يعني كيطرح واحد التساؤل. يعني هذا الغياب وفي هذه اللحظه وفي هذه الدوره اللي من المفروض خصو يحضر السيد الرئيس باش ندوزو او باش نناقشوا المساله ديال الميزانيه. والمساله الميزانيه راه مرتبطه بها المصالح ديال المواطنين. انا كنعتقد ان هاد يعني هذا التصرف من السيد الرئيس والناس اللي معاه واحد التصرف اللي هو عديم المسؤوليه والهروب الى الامام. بمعنى حنا في واحد الظرفيه كما كيعرف العالم وكيعرفوا المغاربه كاملين، حنا في واحد دزنا من واحد المحنه ديال الزلزال والمشاكل اللي وقعات، وفي واحد يعني حنا عبرنا كمغاربه تحت الرعايه ديال صاحب الجلاله على واحد الملحمه وطنيه ديال التضامن. يعني دازت الامور الحمد لله بخير، يعني الناس يعني بدات سميتو كتعيش الحياه ديالها الطبيعيه. ولكن حنا الا شفنا السيد الرئيس ما يحضرش في هذه الدوره، في هذه الجلسه، وفي هذه الظروف هذه، راه مشكل. مشكل. والمواطنين والناس راه خصهم المصالح ديالهم تقضى. بزاف ديال الامور هنا كنطرحوا التساؤل على المسؤولين. المهم حنا بالنسبه للغياب حنا ما غاديش ندخلوا فيه، والغياب ديالو مع الكتله ديالو اللي ما حضرش. حنا درنا القانون المنظم ديال 113 14 ديال الجامعات، هو انه كمل النصاب. النائب الاول تراس الجلسه، داولنا ويعني في سميتو في بعض الامور ما دخلناش يعني النقطتين اللي ما ناقشناهمش، بحكم انه النائب الاول قال لك ما عندوش المعطيات الى اخره. عاود رفعنا اجلنا الدوره الى حين حضور السيد الرئيس. انا من هذا المنبر اؤكد على واحد المساله اساسيه الساكنه ديال جماعه استفاضمه، هو انه احنا كمسؤولين محليين عندنا مسؤوليه. وما يمكنش الا شفتي شي حاجه ماشي هي هذيك، ما يعني الا شفتي شي امور
لا يعني لا تسير بالطريقه الصحيحه تسكت، ما يمكنش تسكت تهضر. علاش؟ لانه هذيك مساله في الصالح ديال المواطنين، وحنا الا كنناقشوا ولا الا كنعترضوا على بعض الامور او على بعض المسائل ديال المكتب او ديال السيد الرئيس، راه من المنطلق ديال انه باش تحسين جوده الخدمات اللي كتقدم للمواطنين. هذا هو المبدا. والساده الاعضاء والعضوات اللي حضروا اليوم عبروا كما شفتوا في التدخلات ديالهم الحرص ديالهم على انه السيد الرئيس يحضر باش يتوجهوا له بزاف، يعني بزاف ديال المشاكل، مجموعه من التساؤلات فيما يخص تسيير الماضي. عرفنا انه الميزانيه ديال 2024 هي توقعات الى اخره، ولكن خصنا نعرفوا والساده الاعضاء والعضوات عندهم مجموعه من التساؤلات في المآل ديال المسائل اللي تبرمجت سابقا. هذا ما كاين وشكرا.